محتارة بقى ومش عارفة تعملي غدا ايه النهاردة؟ تعالى اقولك بقى ازاي نعمل أكلة حلوة جدا وسهلة وسريعة وموفرة وتكفي كل العيلة. في الأول كده هنحتاج لصدر فرخة، ولو عندك بقى قطعة من الدهن حطيها معاه بتفرق جدا جدا في الطعم. طيب لو ما عندكيش دهن، لو عندك بقى وراك وصدور حطي نص الكمية وراك ونص الكمية صدور. انا زي ما انتم شايفين كده كان عندي قطعة من الدهن شابك فيها حتة لحمة، بس الاكتر يعني ان هي دهن. قطعتهم كلهم مع بعض كده وبعدين اخدتهم وحطيتهم في الكبة، هنفرمهم بقى مع بعض فرم ناعم كده. هنجهز بقى كل الخضار بتاعنا اللي هنحتاجه، حوالي 3 4 بصلات كده حجمهم متوسط. هنحتاج كمان فلفل الوان وفلفل حار وطماطمايه واحده بس، وحوالي 7 8 فصوص من الثوم. برضو في نفس الكبة بتاعتنا من غير غسيل ولا اي حاجة هنحط كل الخضار. وانا عايزة الخضار هنا يا جماعة مش مفروم ناعم قوي، انا عايزة اضربه ضرب متقطع كده. ضربت كل الخضار واخدت بقى الخضار بتاعي كله حطيته على اللحمه، وهنبهر بقى بمعلقه ملح ومعلقه فلفل اسود، معلقتين كبار من خلطه الحواوشي، معلقه بابريكا، ومعلقه من بهارات الفراخ. وعجيني بقى يا ستي الكلام ده كله متواصل كده حوالي 5 دقايق. وغطي بقى الطبق بتاعك ودخليه التلاجة بالظبط كده حوالي ساعة. بعد ما ريحت بقى اللحمة في التلاجة طلعتها، وبدأت ان انا اعمل منها كور زي ما انتم شايفين بالشكل ده، الكورة في حجم البرتقانة المتوسطة كده. عملت معايا ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده 14 كورة. هنجهز بقى العيش بتاعنا، وانا بحب اعمل قوي الحواوشي يا جماعه في العيش البلدي. طبعا تقدروا تعملوه في عيش بلدي، تقدروا تعملوه في عجين، تقدري تعجني عجينه كده وتعمليها، تقدري تعمليه في عيش شامي المتوفر عندك. هنجيب بقى العيش بتاعنا ونبدا نفتحه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. وهناخد بقى كوره كوره من اللحمه اللي احنا عملناها ونحطها جوه الساندوتش. وما شاء الله يا جماعه انا كنت عامله الكوره حجمها كبير جدا، يعني لو صغرتوا شويه حجم الكوره بتاعه اللحمه عن كده هتعمل معاكم كميه سندوتشات اكتر من كده بكتير. انا عملت معايا بالظبط 14 سندوتش، ولو كنت قللت يعني الحشوه شويه عن كده، ما شاء الله الحشوه كانت ماليه السندوتش، لو كنت قللتها شويه عن كده كانت هتعمل معايا كميه سندوتشات اكتر من كده. هنخلص بقى كل الكميه بتاعتنا بنفس الطريقه كده، وهنجهز بقى معلقتين كبار من السمنه البلدي، وهنبدا بقى ندهن العيش بتاعنا بالشكل ده. انا بحب اسويه في الفرن مره واحده كده، لو مش عايزه بقى تشغلي الفرن خالص، الطاسه بتاعتك او الجريل فيها معلقتين من السمنه، وهنسوي الحواوشي بتاعنا بيطلع مستوي وزي الفل. الخطوة دي طبعا يا جماعة خطوة اختيارية، أنا عندي في البيت كده شوية بيحبوا الحواوشي بالجبنة وشوية بيحبوه من غير الجبنة، فعملت نص الكمية كده حطيت فيهم جبنة موتزاريلا، وباقي الكمية عملتها من غير جبنة خالص. هناخد بقى الصواني بتاعتنا دي وندخلها فرن سخن على أعلى درجة حرارة. بالظبط بياخد معانا في الفرن ربع ساعة، وفي آخر 5 دقايق بشغل الشواية. وبس كده خلاص بقى بيطلع من الفرن بالجمال ده، هتاكلوا أحلى وأجمل حواوشي أكلتوه في حياتكم. الريحة بتاعته يا جماعة خطيرة، مستحيل اصلا حد يصدق ان هو حواوشي فراخ، الطعم بتاعه يا جماعه خطير. قطعه الدهن اللي احنا حطيناها مع الفراخ دي بتفرق جدا جدا في الطعم. جربوه بقى بالطريقه بتاعتي ومتاكده هيعجبكم وهيعجب كل البيت. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، واشوفكم على خير بقى في الفيديو اللي جاي. مع السلامه.